السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نهضر فيه على زكاة الفطر، بما انه وصلنا الاواخر ديال شهر رمضان ديال العام ديال 1446 2025، وكذلك من بعد ما حدد لنا المجلس العلمي الاعلى القيمه ديال هذه الزكاه هذه. اذا اول حاجه خصنا نعرفوا ان زكاة الفطر هي واحد الصدقه واجبه كتكون في النهايه ديال شهر رمضان من كل عام. اذا كل عام في النهايه ديال شهر رمضان راه كتخرج هذه الزكاه هذه، وفيها ولا كتخرج تقربا لله عز وجل. اذا بالنسبه لكيفاش تخرج هذه الزكاه هذه، في الاصل هي كتخرج بالكيل، يعني بالاوزان ولا بالكيل، يعني بواحد القيمه من اللي هي من غالب قوت اهل البلد، يعني داكشي اللي كياكلوا الناس ديال البلاد، يعني قماح ولا شعير ولا داكشي اللي ولا الروز، ولا كل بلاد كيركزوا على غالب القوت ديالهم، يعني اللي كياكلوا الاغلبيه ديال الناس. كما قلنا ففي الاصل فيها راهي كتخرج كيلا بالقدر ديال صاع نبوي عن كل نفس، يعني كل فرد كتخرج، كل اسره كيخرجوا على عدد الافراد ديالها، وعن كل فرد كيخرجوا صاع نبوي. وهذا الصاع هذا راه القيمه ديالو هي 4 ديال الامداد. المد هو ديال اليد هكا، هذا هو المد هو 4 ديال الامداد، يعني كل شخص كنخرجوا عليه 4 ديال الامداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، واللي كيعادلها بالوزن 2 كيلو ونص تقريبا. اذا القيمه ديال دوك 4 الامداد هو 2 كيلو ونص تقريبا. اذا دابا راه القضيه سهله، حنا ما كنستعملوش دوك المدين وما كنستعملوا حتى شي حاجه، اللي تنستعملوا الميزان. كدير 2 كيلو ونص من القماح، ولا 2 كيلو ونص من الروز، ولا 2 كيلو ونص من الدقيق. حنا في المغرب هنا كنستعملوا القمح والدقيق بزاف، اذا كنخرجوا 2 كيلو ونص ديال الدقيق ولا 2 كيلو ونص ديال القمح. بالنسبه الوقت ديالها، فهي يستحب انها تخرج من بعد صلاه ديال الفجر. اذا كتخرج هي من بعد صلاه ديال الفجر وقبل الخروج لصلاه العيد، يعني الفتره ما بين صلاه الفجر وصلاه العيد ديال الفتره المستحب تخرج فيها، ولكن راه يمكنش، يجوز انك تخرجها قبل العيد بيومين ولا 3 ايام. اذا اي واحد الا بغيتي تخرجها انت بيومين قبل العيد ولا ب3 ايام قبل العيد راه مزيانه، ولكن من الاحسن ولا من المستحب انك تخرجها في ديك الفتره اللي هي ما بين صلاه الفجر وصلاه العيد، يعني في الصبيحه ديال عيد الفطر ان شاء الله. بالنسبه للقيمه ديالها كما قلنا، فهي 2 كيلو ونص ديال الدقيق ولا ديال القمح، ولكن يمكن لنا نعوضوا هاد القيمه هذه بالفلوس. اذا يمكن لنا نخرجوا هذا العام هذا، فراه تم التحديد ديال هذه القيمه هذه الماديه، يعني هذا العام ديال 1446 هجريه. فالمجلس الاعلى ولا المجلس العلمي الاعلى راه حددها في المبلغ ديال 23 درهم. اذا يمكن لك تخرجها كما قلنا كيلان من القوت ديال اولا من غالب قوت اهل البلد، يعني اللي هو القمح ولا الدقيق ديالو، او لا يمكن لك تخرجها بالفلوس اللي هو في مبلغ ديال 23 درهم عن كل فرد. مثلا واحد الاسره كيتكونوا من 3 ديال الافراد، راه غادي يخرجوا 23 درهم في 3. مثلا كيتكونوا من 5، 23 درهم في 5. اذا كل اسره غادي يخرجوا عن كل فرد 23 درهم. واللي بغى يزيد شي حاجه راه يمكن ليه يزيد، راه اللي بغى يزيد شي حاجه على ديك 23 درهم راه مزيانه. اذا اللي بغى يزيد شي حاجه راه مزيان، راه من حقه يزيد. اللي بغى يخلص خير 23 درهم راه كافي. اذا زكاه الفطر هذا العام هذا راه القيمه ديالها بالفلوس هي 23 درهم. اذا عقلوا عليها 23 درهم عن كل فرد، يعني كل واحد من افراد ديال ديك الاسره اللي ساكنين في الدار راه تتخرجوا عليه 23 درهم كزكاه ديال الفطر. وكما قلنا الوقت ديالها راه كيكون بعد نهايه شهر رمضان، وبالضبط في ما بين وقت صلاه الفجر وما بين صلاه الفجر والخروج لصلاه العيد، يعني ما بين صلاه الفجر وصلاه العيد يمكن لك تخرجها. صلاه العيد اللي كنقصدوا بها هنا هي العيد ديال صلاه العيد الفطر. اذا هذه هي الفتره ديالها فاش كتخرج. اللي بيخرجها قبل كما قلت في الفيديو ديالي راه يخرجها بيومين ولا 3 ايام، راه ماشي مشكل يخرجها، ولكن المستحب هو تكون في هذه الوقيته هذه ديال ما بين صلاه الفجر وصلاه العيد. المقدار ديالها بالفلوس هو 23 درهم. المقدار ديالها من القوت ولا من الدقيق ولا القمح راه هو 2 كيلو ونص. اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذه الزكاه هذه. الله يتقبل من الجميع، وسجلوا عندكم هذه المعلومات هذو، كتبوا ديك 23 درهم باش تبقاو عاقلين عليها، ولا سجلوا عندكم الفيديو باش ترجعوا ليه الا احتاجيتوا ليه مره اخرى. وشكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش الاشتراك والتعليقات ولي جيم والبارطاج.